ما سمعتوش اللي حصل؟ ايه يا جماعه البروف هيطلع في التلفزيون. ايه؟ عمرو بيطلع في التلفزيون؟ ايه ده بجد؟ بجد والله انا مش مصدقه نفسي. ايه اللي حصل؟ يا جدعان البروف هيطلع في التلفزيون. ايه ده بجد البروف هيطلع في التلفزيون؟ بجد وربنا بروف عمرو الدين. ده خبر هايل. مش عارف الناس مستغربين ليه. اقسم بالله. قول والله يا جدع ما تقولش. البروف هيطلع في التلفزيون. والمصحف بجد قناة ايه ولا تردد ايه؟ انا لسه سامع الخبر دلوقتي، مش مفاجأة. مستر عمرو يستاهل اكتر من كده بكتير. استاذ عمرو الدين يا جماعه يعني البروف، يعني مدرس اول للغه الانجليزيه، الخبره كلها والتميز، متمكن جدا في مادته، هو اكبر عليه في النطق السليم لمخارج الالفاظ واللغه عنده، يعني الخبره ومعاها كمان الضمير، شعله نشاط، ما بيسيبش اي حد لما يفهمه. طبعا نزل لمستوى اي طالب بمعنى ان هو مناسب لكل المستويات. بنشرف بيه معانا واحنا مع بعض الى اخر الزمان. الله اكبر عليه، انا بحبه على المستوى الشخصي، صديق واخ. استاذ عمرو الدين بالنسبه لي حاجه كبيره، من القلائل على مستوى مصر، وانا بعتبره حاجة جامدة قوي. استاذ عمرو الدين يعني بروف. عارف انت في واحد كده بيرخم عليك في حياتك، بيرخم عليك في شغلك، في حياتك، في مستقبلك، في القاعه، في الشارع، في النادي، في حد رخم. في كل حياتي فينا حد رخم. الحد الرخم ده بتقول له you are such a drag, you are such a drag. تعالى ناخدها بالراحه. you are such a drag, D-R-A-G, drag. بص you are، ما تقولش you are. such a، ما تقولش such وبعد كده a، drag. لما تلاقي دي وبعدها r بتحط الصوت في النص كده، فبص تقول دراج دراج. يو ار ساتش دراج، اللي هو ينعل الاب ورخامتك يا اخي، ده انت عيل فصيل، ده انت عيل غدد، ده انت تنح. قول لنا في حد في حياتك الشخص ده، ولو تحب تعمل له منشن اعمل له منشن، وربنا يقدرنا على فعل الخير. سلام. اسطوره اللغه الانجليزيه ذاك ريفو. تفتكر ريفو يعني ايه؟ بريك ذا ايس، يكسر التلج. حلو جدا. احنا ما بنسمعش كلام ريفو خالص. البلدي كده يخلي البساط احمد. يعني مثلا لو انت جاي لك ضيوف والضيوف دول متنشنين كده، يعني يو تراي تو بريك ذا ايس، بتحاول تخلي الدنيا ايه، ألذ معاهم كده. طب هسالك في التاني، تفتكر لو قلت لك يعني ايه هي لوكس بلو؟ هي لوكس بلو يعني شكله ازرق. الله الله هي لوكس بلو طبعا مش شكله ازرق خالص. الكلمه دي بنقولها على حد شكله حزنان كده، تقوم باصص له بصه كده زي ما بتقول يا حبيبي يا ابني هي لوكس بلو حبيبي، يبقى هي لوكس بلو معناها يبدو حزين. تفتكر لو قلت لك اتس ا بيس اوف كيك؟ سهله بقى، سهله خد بالك، سهله جدا. حته كيك. ما تصحينيش ياما. لا هي معناها سهله. هي معناها سهله. معناها حاجه سهله جدا يا جماعه. شير ولايك روق عليا. سلام. مساء الورد. النهارده طبعا معانا حكايه جديده من حكايات شريهان. معانا النهارده موضوع مهم جدا، موضوع عن اللغه الانجليزيه. فطبعا النهارده احنا عارفين اللغه الانجليزيه دي حاجه مهمه جدا بنستخدمها في مختلف حياتنا. فالنهارده بقى معانا الجامد جدا البروف عمرو الدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ شريهان. مخبلنا ايه النهارده بقى؟ والله ان شاء الله الحلقه تعجبك وتعجب الجمهور وتعجب الطلاب وتعجب اولياء الامور وتعجب الناس كلها، لان فعلا هنقدم نصايح لكل واحد يحاول يستفيد بيها. مميزه جدا بقى ان شاء الله. هتبقى حلقه ناريه بامر الله باذن الله. بامر الله. طيب عايزين تعرف نفسك للجمهور. عمرو الدين محاضر لغه انجليزيه، وما اعتقدش هو في تعريف افضل من كده. انا علاقتي بالناس ان انا اعلمهم حاجه تفيدهم في حياتهم وتفيدهم في مستقبلهم وتفيدهم في شغلهم، وتفيده اذا كان عايز يسافر، اذا كان عايز يشتغل في مصر، سواء يعني حتى الشغل في مصر في اي عمر بقى، في اي عمر وفي اي سن. يعني هي ما بتفرقش. الانجليزي اصلا انت بتحتاجه مش مثلا نتعلم واحنا صغيرين، لا ده الموضوع دلوقتي بقى مختلف من وانت صغير لغايه ما تموت. هو التعليم زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا، يعني من المهد الى اللحد. طبعا. طيب عايزين بقى النهارده كده نعرف، اكيد الحلقه مختلفه النهارده كده عن اي حلقه بتتكلم عن اللغه الانجليزيه. ايه بقى الجديد بقى عند حضرتك؟ الجديد ان احنا عايزين نعرف المتفرجين ايه اللي هتستفيد بيه لما تتعلم انجليزي. طب نتعلم انجليزي بطرق صعبه ولا بطرق سهله؟ نتعلم انجليزي بالطرق التقليديه اللي هي تراديشنال زي زمان، ونتعلم ونمسك ورقه وقلم وكده ونكتب، ونمسك المدرسه كانت زمان تكتب لنا كلمه كات 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 كات، ونفضل ننزل كده بيها كور. طب وبنكبر بنلاقي معانا مشاكل كتير في حفظ الكلمات، ومشاكل النطق كمان، في النطق، ومشاكل ان احنا ممكن ابقى فاهم اللي قدامي كويس بس ما بعرفش ارد. يعني اللي قدامي بيكون بيتكلم انجلش فانا اكون فاهمه،
بس انا مش عارف ارد. ابتدي انا ارد بقى، ابتدي اجمع الكلمات. ففي حاجه كمان تحتها بقى وكده. التهتها دي ليها حلول برضو، ليها حاجه اسمها فيلينج جابس. اه نقدر نحلها مع الطالب، مع الستودنت، مع اي حد بيدرس يعني. بس اهم حاجه ان يكون اللي بيدرس ده نفسه يكون عنده النيه وعنده القابليه انه يتعلم، عنده رغبه وهدف. الموتيف، الحافز والدافع هو اهم حاجه عند اي حد في الدنيا عايز يعمل حاجه. نصيحتي يعني لكل الطلاب اللي بيدرسوا وكل اي حد في الدنيا، يعني لازم يكون عندك موتيفيشن، حاجه تحفزك، حاجه تمشيك لقدام. انت بتعمل حاجه دي ليه؟ يعني انا داخل ادرس انجلش، فهدرسه عشان يوديني لقدام ولا مدرسه عشان بس يبقى وجهه اجتماعيه وخلاص؟ يعني هاخده بس لازم عشان احط احدد شويه هدف. عشان هل احط شويه كلمات في وسط الجمله وانا بتكلم اقول لك اوكي وقرت وكده، ولا واتر؟ يعني اي حد بياخد اصلا كورس انجلش تلاقيه ايه هو في دماغه ان هو يخرج يقول واتر، فهي دي الحياه يعني. لا مش دي الحياه. طب ايه بقى الجديد؟ الطرق الجديده بقى اللي بتساعدنا ان احنا بقى يعني نتقن اللغه. طيب انا بس قبل ما نتكلم على طرق اتقان اللغه، احنا عايزين نتكلم على طرق المذاكره اساسا. ازاي بقى؟ ازاي انت تذاكر، لان هي ازاي تذاكر دي في عالم اسمه ايرمان ايبنغهاوس، ده كان في جامعه برلين، ده في القرن 19، بس احنا الحاجه بتوصل لنا هنا متاخر تقريبا. في القرن 19 يعني 1885 تقريبا. في القرن 21. احنا في القرن 21. قرنين كده. قرنين يعني فايتنا كتير قوي. يعني الراجل ده طلع كان بيتكلم على نظريات التعلم. احنا ازاي بننسى. فالانسان طلع بينسى ايه؟ يعني مثلا لو انا علمت حضرتك حاجه، انا شرحت لك حاجه دلوقتي، بعد ساعه بالظبط لما تروحي البيت من اللي انا علمته لك هتفقدي يعني 50% 50% من اللي انت اتعلمتيه. طبعا. ده بعد ساعه. وتاني يوم، ده طبعا مش كلامي، ده كلام الراجل عالم يعني. تاني يوم هنخسر 66%. ده خلاص كده هتتنسى المعلومه. بعد اليوم السادس بننسى 80% من اللي اتعلمناه، وده بشرط ان احنا اصلا نكون كنا مركزين في اللي احنا قايلينه بنسبه 100%. يعني دلوقتي انت قاعد محاضر بيكلمك، قاعد بتسمع على اليوتيوب، بتسمع على الفيسبوك، بتسمع في المحاضره نفسها، في محاضرتك في الجامعه، بتاخد كورس. فلو انت اصلا مركز 100% فانت بعد 6 ايام نسيت بنسبه 80%. ده في حاله انك انت اصلا كنت مركز بنسبه كام؟ 100%. فما بالك ان اصلا انت بتبقى قاعد. في بعض الطلبه تركيزه بيشت، خصوصا مع فتره المحاضره الكبيره. لو محاضره مثلا 3 ساعات خلاص هو بعد 50 دقيقه المفروض اصلا يعني بيفصل. علميا انت تسكت، تريح دماغك يعني اتليست 10 دقائق. فانت مش هتقدر تجبر المحاضر انه يقف. طب ايه بقى الحل؟ الحلول ايه؟ بعد كده 6 ايام اللي انا اتعلمته كله راح. دلوقتي احنا ربنا كرمنا يا دكتوره شريهان ان احنا في عصر يعني ايج اوف تكنولوجي. بالظبط كده، عصر التكنولوجي. زمان ايامينا كده واحنا في المحاضره في الجامعه، كان عشان واحد يسجل المحاضره كان لازم ياخد معاه ووكمان كده. طبعا فاكره؟ دلوقتي انت على الموبايل تقدر تسجل محاضره، تقدر تسجل حلقه، تقدر تسجل اي حاجه. طبعا. بس احنا ازاي بقى ما بنستفدش بالتكنولوجيا اللي حوالينا دي كلها؟ يعني سجل محاضرتك لو انت من النوع اللي اصلا بتنسى بسرعه. العقول مش زي بعضها طبعا. في ناس عقولها في ودانها، يعني ما تتذكر اسمع حاجه فبحفظها. في واحد تاني عقله في عينه، هو بيعرف يشوف الحاجه. حتى تلاقي بعض الطلبه يقول لك ده انا شفت دي في صفحه 15 السطر الثالث على اليمين، على اليمين من فوق. في واحد تاني بيحب الكتاب، في واحد تاني تحس المعلومات بتسرسل منك كده وانت ما انتش عارف انت ماشي ازاي. نعمل ايه؟ حضرتك هتسجل مشكورا محاضرتك اي مكان عشان تسمعها بعدين. تعمل حاجه اسمها التكرار المتباعد. يعني ايه تكرار متباعد؟ انا دلوقتي هاخد المحاضره اهو عندي مثلا فيها 15 20 معلومه، ما استناش لما يفوت 6 ايام عشان اذاكر ال 20 معلومه عشان تاني يوم المفروض انا اكون حافظها وما انساهاش تاني. لا، هتنساها، انت اوريدي نسيت 80% من الطريقه اللي انت سمعتها. فانا في نفس اليوم تاني يوم بالكتير هسمع الريكورد اللي انا عملته للمحاضره بتاعتي يعني. طب بعد ما اسمع الريكورد المحاضره بتاعتي ده اعمل ايه؟ ابتدي ادون بقى، ادون شويه ملاحظات ليا عشان ابتدي افتكر، وثم اسجل انا بصوتي شويه جديده بقى. طبعا يعني مش بس اسمع المحاضر، ما هو دي لغه. اللغه فانت لازم تسمعي، لازم امارسها، ولازم ذا بيست تيتشر. الممارسه هي افضل معلم في الدنيا، يقدر يعلمك احسن من اي حد هو الممارسه. كمان وانا همارس مع مين؟ ما انا رحت المحاضره تمام وعملت اللي حضرتك قلت عليه. اجيب اجانب منين؟ مش شرط نجيب اجانب. في حاجه اسمها نعمل لنفسنا حاجه اسمها لانجوج بارتنر.
يعني ايه لانجوج بارتنر؟ لانجوج طبعا يعني لغه، بارتنر يعني شريك وشريك لغه. اكيد انا مش في الحياه لوحدي، انا مش رايح احضر اصحابي اصدقائي، ليا صديق بس انا برضو هحتاج حد يصحح. حلو، ما هو تملي بقى هنا دور المحاضر بقى. يعني المحاضر الكويس لازم تملي بيفولو، يتابع تملي الستودنت بتوعه. طبعا وحتى في طريقه نطقهم، في طريقه كلامهم، في كل حاجه. بس لازم تلاقي لك شريك، لازم تلاقي شريك يشاركك نفس الاهتمام بتاعك. ما احنا اتفقنا ان احنا اصلا انت من غير حافز انت مش موجود طبعا. فانت لو لقيت الحافز هتكمل وبعدين ابدا. يعني ما نقعدش نقول ايه بكره بعد تملي. حبايبي، في مشكله. بتشوفي الناس اللي بيروحوا الجيم، كل اللي بيروح الجيم بيخرج بيج رامي؟ لا طبعا. طيب شفتي في بنات بالذات تخان كده فتقرر انها تعمل رجيم، كم واحده بتنجح في انها تعمل رجيم؟ لا معظمهم بيفشل. نفس الكلام لو قارنت الجيم وقارنت الرجيم، هو نفس موضوع الكورسز بتاعت الانجليش، اني مش بيكمل، انه ما بيكملش، انه بييأس من قبل ما يبدا. ده بغض النظر كمان ان في اماكن، وفي اماكن حقيقي بتعلم انجليزي بشكل خاطئ، مش ماشي بسيمتريه معينه، مش ماشي بمنهجيه معينه، مش ماشي بمنهج علمي معين. فطبيعي الطالب هيتوه منه، هيحس ان هو ما بيتقدمش. وانت لو رحتي لدكتوره جيم وقعدتي شهر ما خستيش جرام، لا خلاص مش هكمل، فانا هيأس. طيب بس المشكله بقى ما احكمش على نفسي من اول اسبوع. يعني ما اجيش في اول اسبوع ان انا ما خسيتش، ده انا هسيب الراجل ده وحش. على الاقل شهر كده اشوف الدنيا على ايه. الاقل. طب في اللغه بقى لا، الموضوع هيبقى اكبر. طبعا. يعني في اللغه لا، انت على الاقل حاجه انت بتتعلمها. وهل هي بقى مفيده ولا مش مفيده؟ يعني نجيبها كده من واحنا صغيرين، من واحنا في ثانويه عامه. والله انا بقى ما بحبش الكيمياء وما بحبش الفيزياء وما بحبش الاحياء، فهخش ادبي. طب ما بحبش الفلسفه وما بحبش المنطق وما بحبش علم النفس، هخش علمي. طب ما بتحبش الانجليزي هتخش ايه؟ مفيش حاجه بديله. يعني مفيش بديل. فمبدئيا انت مجبر عليه عشان تخش مرحله الجامعه، انك تعدي وتجيب درجات كويسه في لا وبعدين الانجليزي ده اللغه الاولى كمان. ده بالظبط. وهنتطرق يعني حاجه اساسيه، وهنتطرق ليه هو موضوع اللغه الاولى، مش في عشان اي مكان انت بتتعامل بيه في اي بلد. يعني اللغه العربيه لغتنا الجميله ولغه القران الكريم وكل حاجه، بس دي حاجه ودي حاجه. طبعا يعني دي حاجه مختلفه. دي حاجه مختلفه. فانت دلوقتي دخلت الجامعه، الكليات الكبيره، كليات الطب والهندسه والصيدله والعلاج الطبيعي والارتفيشال انتليجنس، حتى اسمها ارتفيشال انتليجنس يعني الذكاء الاصطناعي. ما حدش بيقول انا في كليه الذكاء الاصطناعي. لا كليات الاعلام، كليات الألسن، النت نفسه بالانجلش. لا هنمسك موضوع الكليات الاول. كل الكليات انت بتتكلمي في محتاجه تكون بانجلش. انت متخيله انك بتكوني بتتعاملي مع دكتور ما بيتكلمش انجليزي؟ لا طبعا. مهندس مش فاهم الانجلش يعني؟ ما ينفعش، دراسته كلها باللغه الانجليزيه. ده بالنسبه للكليات الكبيره. طيب فاتتني الكليه الكبيره، عندي فيها اخش حقوق وتجاره، في حقوق بس في حقوق انجلش وفي تجاره انجلش. طيب فاتني الكلام ده كله وانا مش حابب اتعلم خالص اصلا. مفيش حافز بقى. لا يعني في واحد مش ميوله تعليميه، مش هاوي. مش كل الناس زي بعضها. احنا عندنا فروق فرديه. يعني ما اقدرش اقنع الفيل انه يعوم وان السمكه انها تتنطط زي القرد. القرد ليه وظيفته والفيل ليه وظيفته، كل واحد ليه وظيفته. ففي واحد فنان مثلا، يعني ارتست كده جميل بيرسم، في واحد ممثل، في واحد كل واحد على حسب. هقول لحضرتك والله امبارح حتى الحلاق بتاعي لقيته مهتم انه يتعلم انجلش، وبيخش عندي على الصفحه وبيشوف الريلز عشان لقى حضرتك بتبسط الموضوع. وغير كده عشان جاي له فرصه سفر بره في السويد، هيشتغل هو برضه بمهنته. بمهنته معاه لغه بقى، ومعاه لغه بقى. فهنا بقى الموضوع بيفرق. فاهم حضرتك؟ فانت كطالب لا وهو كده ما دخلش كليات، ده الموضوع خد اتجاه تاني بقى. بالظبط. ومهتم جدا انه يسمع اغاني. ومن خلال حضرتك بقى اما شاف مثلا الفيديوز بتاعت هو ابتدى شاف ريل عجبه. لا الموضوع سهل. حضرتك تبقي تعرضي لهم اي ريلز بقى ان شاء الله باذن الله. باذن الله. في ريل عجبه معلومه في دقيقه، بس يعني الموضوع بجد بقى بسيط. احنا كنا زمان عشان نجيب معلومه انت لازم تشقى وتروح مكتبه وتروح المكتبه. اليوتيوب سهل، كل حاجه. يوتيوب وفيسبوك والدنيا بقت جميله جدا وسهل. يعني الحاجه عندك وبدوسه زرار بتعمل شير، وبدوسه زرار بتعمل سيف، وبدوسه زرار بتعمل لايك. الموضوع بقى فيه تطوير دلوقتي. فيه تطوير. طيب فانا دلوقتي راجل عايز اشتغل فريلانسر. طيب يا ترى الانجليزي هينفعني كفريلانسر، كواحد بيشتغل شغل حر؟ في مواقع كتير جدا على الانترنت، واللي حابب يعني يبقى يتواصل معايا على الصفحه بتاعتي. المواقع دي مثلا عارفه
اما يكون في كتاب مثلا زي اوليفر تويست مثلا بتاع تشارلز ديكنز مثلا، الكتاب ده بيبقى مكتوب ومشكورا بيطلبوا من الناس يحولوه لاوديو، يعني هو كتاب اصلا مكتوب، فبيطلب من الواحد انه يقول اوديو، بس ما يقولوش اوديو بقى، ما يكونش بيقرا ازاي. يعني انت عشان توصل للليفل ده ما تكونش داخل تقرا الكتاب اللي هو there was once a boy called Oliver Twist، ده مش انجليزي، وهو مش عايزين كده، مش عايزين البرفورمانس ده، ومش عايزين البرفورمانس يعني اداء طبعا، مش عايزين الاداء ده، هم عايزين واحد يعني there once was a boy called Oliver Twist. يعني حتى لو مش هتقرا بسرعه يعني مش لازم تبقى نيتيف سبيكر، مش لازم تبقى فلوينت زيهم، بس اتليست تبقى يعني قريب من الموضوع، ما تبقاش الموضوع بعيد جدا. يعني انت حتى لو بتقرا بالعربي وبتقولي كان طه حسين عميد الادب العربي، انت كده بجوجل. يعني حتى لو بتقرا عربي وتقولي كان طه حسين عميد الادب العربي، فنفس الكلام. مش عايز تقول it is very important to me، مش عايز اقول لك كده، لا كده، ومش لازم تقولها it's very important to me برضه، مش لازم تقولها كده، بس ممكن تقول it's very important to me، اللي هي اللي في النص الوسطيه. خليك احتفظ بلهجتك علشان في ناس. ممكن يا بروف تدينا كده امثله كده، يعني جمل كده. انا هدي لحضرتك جمل كتير، بس عايز اكمل بس الحته بتاعت الفريلانسر دي. الفريلانسنج دي لو دخل على الموقع ده وسجل وقرا الكتاب، بياخد في الساعه الواحده. يعني انت تخيل انت قاعد في بيتك تشرب النسكافيه بتاعك، تسد اللابتوب بتاعك، وبس تشتري مايك كده حلو بتاع، تبتدي تسجل. الساعه بتعمل من 10 ل 15 باكس يعني دولار. هم بره في امريكا بيقولوا على الدولار باك. ما شاء الله. يعني وانت قاعد في بيتك هنقول يعني الاقل اللي هو $10 بكام؟ الدولار بكام دلوقتي؟ وصل 25 يعني نتكلم في 250 جنيه وانت قاعد في بيتك بير اور، وانت قاعد في بيتك. يعني انت لو اشتغلت على نفسك شويه، اشتغلت 3 4 ساعات في اليوم، فانت يعني عملت 1000 جنيه، عملت مبلغ كويس في الشهر. في ناس كتير جدا 1000 جنيه في اليوم. في مديرين ورؤساء قطاعات كبيره ما بياخدش في الرقم ده، وانت قاعد في البيت ومش متقيد بسن، ومش متقيد بنوع، يعني مش متقيد انت ولد ولا بنت ولا، وفي اي بلد. طيب في محتاجين بس يعني لابتوب ونت بس. في اماكن تانية برضه الناس اللي مهتمه انها تتعلم انجلش، انت بس لو وصل مستواك لبي 1 اللي هو تقدر تعمل محادثه، تخش على النت. برضه في مواقع تانية، في ناس عارفه بيبقوا من بره مصر بيسلموا، فبيبقى محتاج يتعلم لغه عربيه، حلو جدا، وبيتعلم القران. هنا بقى انت بتاخد الليفل الاعلى بقى، ده ليفل الوحش بقى. لو انت لو حافظ قران، مش حافظ قران يعني حافظه، بتعرف تقرا قران وبتعرف تتكلم عربي، لان طبعا دي لغتك، وبتتكلم انجلش بقى، الساعه بتوصل $50 ساعه واحده. فهو انت كفايه تشتغل ساعه واحده في اليوم، يعني انت ساعه واحده كده على النت بالظبط، يعني بتتصفح الفيسبوك. الساعه دي احنا ممكن تكون ما بتعملش فيها اي حاجه، يعني انت ممكن تقوم تفتح الثلاجه وتقفلها عشان انت مش لاقي حاجه تعملها. طب ما انت عشان مش لاقي حاجه تعملها، سيدنا علي بن ابي طالب قال يا دكتوره شريان، قال ان في الفراغ مفسده. طول ما انت قاعد فاضي هتلاقي فيه فساد، طول ما انت قاعد فاضي هتلاقي معدل الجريمه بيزيد، طول ما انت قاعد فاضي هتلاقي فيه مشاكل بتحصل. لازم تشغل نفسك بحاجه مفيده. بالظبط، لازم تتعلم حاجه. شوف حياتك دي كلها معقول هتخش الدنيا وهتخرج منها من غير ما تتعلم حاجه؟ لا. اتعلم جرافيكس، اتعلم موشن جرافيك، اتعلم ديزايننج، اتعلم رسم، اتعلم انجلش، اتعلم. المهم انك تتعلم، المهم انك ما تبقاش انت مش شجره، مش مكان ما تتزرع مش هتفضل جماد. مش جماد، مش مكان ما تتزرع هتفضل موجود. اتحرك وروح وتعالى كده اتكلمنا عليه وهو مفيد لطالب ثانوي عام. اتكلمنا عليه ازاي هيفيدك في الكليه. اتكلمنا عليه لو انت اصلا مش عايز تدرس. طب اتكلمنا عليه لو انت عايز تسافر. اكيد مش حلم حياتك انك تسافر السودان يعني يعني ما فيش حد حلم حياته ان هو يسافر من مصر. ليه؟ يعني ام الدنيا. السودانيين بيتكلموا انجليزي برضه. لا مش قصدي، انا قصدي اقول لك لما واحد بيحلم تملي بيحلم يعني ان هو يعني بالافضل. طبعا للحاجه يعني اكيد احلم ان انا اروح الصومال، هروح مثلا اروح مع احترامنا طبعا للدول دي وجمهور الدول دي طبعا، بس الاقتصاد بتاعنا كلنا واحد بيتطلع عايز يسافر، يتطلع على الافضل. امريكا مثلا، الامارات هي الامارات العربيه المتحده، ولكن مش هتلاقي فيها هناك عربي، انجلش كله في كل المجالات. فانت دلوقتي قطاع السياحه عايز لغات، قطاع الاعمال الحره عايز مجالات، عايز لغات، قطاع التدريس عايز لغات، حتى المدرس اللي بيدي كيمياء غير اللي بيدي كيمستري، المدرس اللي بيدي احياء غير اللي بيدي بايو. طبيعي
مختلف والبوزيشن بتاعه مختلف، وحتى الانكم بتاعه الدخل بتاعه بيختلف. طبعا. فاحنا كده جبنا كل حاجه تقدر تخص اللغه. طيب هل بقى لازم اكون نيتيف سبيكر؟ يعني لازم اكون زيهم بالظبط؟ عشان بيجي لي الاسئله دي كتير. واحد يقول لي يا دكتور شيرين، يقول لي طب دلوقتي احنا ليه يعني بندقق قوي على نيتيف؟ ان احنا نبقى زيهم وهم بيتكلموا زينا. طيب هم بيتكلموا زينا لسبب، يعني هم علميا الصوت لو ما دخلكيش قبل 5 سنين، يعني من سن الولاده لسن 5 سنين احنا بنبتدي نسمع اصوات طبعا اهالينا اللي جنبك واللي قدامك واللي حواليك وجارك، حتى بنتكلم بنفس لهجتهم. يعني الاسكندرانيه زي حضرتك كده هتلاقي ايه بعرف الناس بعرف الناس اسكندرانيه من كلمه، بدل ما تقولي بالبانه بتقولي ايه مستيكه. مستيكه الاسكندرانيه بيقولوا مستيكه صح؟ بنعرف اهلنا الاسكندرانيه منين؟ من كلمه. بنعرف الصعايده من كلمه، بنعرف الفلاحين من كلمه، بنعرف كل حد من كلمه، من حته لهجه كده صح؟ فهو طبعا السؤال بيجي لي هو ليه ما بيتكلمش زينا؟ يعني هم بيقولوا احمد امر، فهو ليه؟ هو علميا هو ما سمعش الصوت ده وهو صغير. فلو انت وصلتي ل5 سنين ما سمعتيش صوت معين خلاص فاكشلي حنجرتك اصلا مش هتعرف تقول الصوت، يعني انت مش سامعاه. يعني انا بقول له عمرو فهو سامعني بقول له عمرو. عشان بقى كده لازم يشتغل على نفسه كتير ومستحيل يجيب الصوت. انما احنا حنجرتنا حلوه، احنا حنجرتنا بتنطق كل الحروف طبعا. يعني هم الاجانب ما عندهمش الضاد، احنا عندنا. ما عندهمش الظا، احنا عندنا. ما عندهمش الذال، احنا عندنا. ما عندهمش العين، احنا عندنا. ما عندهمش الغين والخاء، احنا عندنا. فانت حنجرتك ذهبيه، حنجره العرب طبعا كلنا من المحيط الخليجي، يعني ال 22 دوله حنجره ذهبيه نستغلها بقى. طيب اذا احنا نقدر نبقى زيهم، هم مش قادرين يبقوا زينا، فدي اول ميزه ان احنا نحاول نبقى نيتف، نلعب بقى عليها، نلعب يعني اذا اتتك رياحك فاغتنمها. بالظبط كده. يعني لو اليومين بتوعك فاغتنمها، اسعى بقى. غير كده حضرتك قلت لي من شويه ليه هي اللغه الاولى. زمان لما كان العرب احنا كنا متقدمين، وكان في جابر بن حيان وابن سينا والفارابي وابن الهيثم الحسن بن الهيثم، الناس دول كانوا هم بيتعلموا لغتنا غصب عنهم. ليه؟ لان احنا لدينا العلم، احنا عندنا علم، احنا المتقدمين. طب دلوقتي انت عايز تدرس طب، هتلاقي المراجع بتاعتك كلها باللغه الانجليزيه. عايز تدرس هندسه، المراجع بتاعتك باللغه الانجليزيه. عايز تدرس سياحه، المراجع بتاعتك باللغه. فاذا مين محتاج لمين؟ هي دي النظريه. يعني هل انا اللي محتاج للاخر ولا الاخر هو اللي محتاج لي؟ احنا اللي محتاجين. يبقى مبدئيا كده احنا اتفقنا على نقطتين، ان احنا اولا نقدر، يعني حضرتك تقدري بسهوله تتكلمي كل اللغات، حنجرتك ذهب. هو مش بسهوله يقدر يتكلم كل اللغات، حنجرته يعني مميزين عنه. طب هو عنده مثلا حرف دي، انما انت عندك دال وضاد اقوى. هو عنده تي، انت عندك ت وط. طب عايزين كده شويه امثله عشان تشجع حتى الناس ان هي تيجي في السنتر. بصي والله الغرض من الحلقه والله ربنا يعلم مش بروباجندا، ومش احنا عايزين الناس تستفاد. حقيقي ان الناس تستفيد بقدر المستطاع. وحضرتك طبعا مش بتتاخر على اي حد بفضل الله. والريلز اللي بنعملها حرفيا خدمه مجانيه، وحتى تملي بقول لهم كورس ببلاش. يعني لو ناس في اسكندريه عايزه حضرتك في اي حته مش هنتاخر على اي حد. كورس ببلاش، ليه ما تغتنموش؟ انت بتخش كل يوم بتقعد دقيقه عندي على الصفحه، دقيقه واحده هتاخد 3-4 معلومات. طب تخيل لو بقوا 5 دقايق هتاخد معلومات كتير وانت قاعد في بيتك. ايوه بالظبط. طب هل الدقيقه دي، عشان برضو الشيطان عارف تملي بيلعب في دماغك، هل المعلومتين 3 دول هم اللي هيخلوني يعني جامد بقى في الانجليزي؟ ما انت كل يوم بتطور نفسك بقى. بالظبط، هي دي. انا دلوقتي لما اخد 3 معلومات في اليوم، يعني 30 معلومه 90 معلومه في الشهر. فما نضرب 90 في 12 هيطلع رقم فوق ال1000 صح؟ طبعا. طيب باخد 1000 معلومه وانا قاعد في بيتي. وبعدين بقى بذكر اللي حضرتك بتقوليه، احنا حتى السمع بنسمعه غلط. فطبيعي ادام هسمع غلط، كتير من مدرسينا واحنا صغيرين في ابتدائي واعدادي وثانوي، مثلا كلمه زي كلمه conversation مثلا. conversation اللي هي محادثه، هتلاقي 99% مننا كمصريين بنقول conversation، بيقولها بالزد مش بالاس. كلمه زي increase اللي هي يزيد،
والله عايز اقول لك 99%، والمتابعين بتوع الدكتوره شريهان يعني يا ريت لو الحلقه دي هتنزل على اليوتيوب او حاجه طبعا يقولوا لنا في الكومنتات. طبعا. انت فعلا كنت بتقولها انكريس ولا كنت بتقولها انكريز؟ الثانيه انكريز، يزيد انكريز ويقل ايه ديكريز، في حين انها اسمها انكريس. طب وورر بقى؟ وورر، بص هي اللي هي حته بتاعت الكورسات بقى. كل ما واحد يخش كورس فهو كل معلوماته عن الكورس ان هو ايه وورر. بس هو في حاجات في الانجليش اسمها ماجيك ليترز، حروف سحريه كده. من ضمن اهم الحروف السحريه دي حرف التي. ليه بقى حرف التي ليه كذا صوت كده؟ يعني مثلا طب امثله كده. مثلا كلمه important، احنا كمصريين بنقولها ازاي؟ important كده بالطه، مستر بالطه. هو طب احنا اتفقنا ان هو الصوت اسمه تي ما اسموش طه. طيب فهنسمع بقى كلمه important هم بيقولوها ازاي. يعني انا كنت قاعد مع والدي رحمه الله عليه وانا صغير، وكان بيحب يفرجني على افلام اجنبي كتير، وبالمناسبه دي طريقه هايله انك تتعلم. المهم فانا شفت مكتوب على الشاشه هذا الموضوع مهم جدا، فانا سامع بيقول له ايه dude you know what was important to me. فانا فين important اللي المدرس قالها لي؟ مش موجوده. important بتاعتنا فين؟ مش موجوده. فعدتها تاني dude اللي هو زي my friend كده صاحبي. it was very important to me. فبرضه ما سمعتش، عدتها كذا مره ومصمم الراجل ان هو يقولها لي important to me. important عمل ايه بقى؟ جاب حرف التي اللي في النص ده اللي بننطقه وهو ما نطقوش خالص، نطقه زي الهمزه كده. فقال important تسمعها بناس تانية باماكن تانية يقولوها important كانها تي خفيفه كده. طب دي صح برضو؟ صح برضو. في ناس ثالثه هتسمعيها بيقولوهم لايك دي كده، بس برضو لايك دي خفيفه كده زي دي، فيقولوا important دي صح برضو صح. important صح، important صح. ولو عايز تقولها بطريقتك المصري وتسيب صبغتك المصريه سيبها، بس ما تحطهاش طه، يعني خليها important عادي. التاتش بتاعنا مش لازم تبقى important. water water ماشي. الانجليزي ما بيقولوش حرف الار اللي في الاخر خالص، فيقولوا water doctor actor lawyer singer. ما في حرف الار اللي في الاخر ده مش معايا. بصراحه انا حبيت الموضوع والله الله يبارك لك. يا ريت يعني الدكتوره شيرين عجبها الموضوع. انا شخصيا حبيت الموضوع جدا. تعملي فولو. حاضر. فيقولوا ايه الانجليز حرف الار واقع منه، فما فيش دكتور ما فيش براذر احنا هنا في مصر فازر ماذر سيستر براذر. فازر ماذر سيستر براذر. فمتخيل انت هي طب النطق الصح بقى فاذر mother sister brother. كل اللي عملوه ما نطقش حرف الار بس اللي في الاخر. father. الحاجات دي بقى بتفرق. ما هي وتكات كده صغيره وببلاش، وبنزلها لك كل يوم على النت فور فري. ما بتخشش تتعلم ليه؟ يعني احنا مع احترامنا لكل الساده مغنيين المهرجانات تخش تلاقي مليار مشاهده. يا ريت لو يعملوا حاجات زي كده. يعني انت بتشارك انك تكسب زمن. طبعا. طيب بتشارك انك تفسد الذوق العام. طب ما تشارك مره بقى بالمناسبه في حاجه ايجابيه وهتلاقي ناس كتير معاك وربنا قبل كل الكلام ده معانا. ده اللي عايز اقوله لكل الناس اللي شايفيننا. خليك ايجابي، بي بوزيتيف. يعني التعليم ما هوش صعب. اخر حاجه التعليم a piece of cake. كنت منزل انا بمناسبه a piece of cake في حاجات في الانجليش كده اسمها idioms. idioms يعني ايه؟ idioms يعني عبارات ما بتترجمش بالحرف. لو جيت تترجمها بالحرف جمله هتبوظ منك. يعني مثلا لو جيت قلت لك I'm on cloud 9. بدل ما نقول I am يقولوا كده بسرعه on cloud 9. فلو دخلنا كده على جوجل ترانسليشن وانت قاعد، كلاود يعني سحابه و9 يعني 9. فانا بس ما فيش حاجه غير جوجل ترجمه، يعني حاجه ده مكان فاشل جدا للترجمه. ما انا بتكلم بقى في كده. لا في قواميس كويسه، يعني في اوكسفورد في كامبريدج، لان كله بيروح على جوجل على طول. ده اسهل حاجه عشان هو اسهل حاجه، بس محرك بحث فاشل جدا في موضوع يعني الترجمه. في حاجات تانية افضل. وطبعا حته ان احنا نترجم جمل دي صعب، لان زي ما بس بقول لحضرتك في حاجه اسمها phrases واكسبريشنز وايديومز، عبارات اصطلاحيه. زي ما اقول لحضرتك مثلا
يعني مثلا لو بتتكلمي مع حد تعرفيه فبتقول لك ايه، انا شامه ريحه مش كويسه، ده اكسبريشن. فمعناها ايه؟ معناها ان شامه فعلا ريحه مش كويسه ولا في حاجه قلقاها؟ لا، حاجه قلقاه. نفس الكلام. لو خدنا الجمله دي ترجمناها بالانجلش هنقول I smell a rat. I smell a rat. طبعا الترجمه حرفيا انا شامه فار. دي اللي هي زي في مصر هنا انا شامه ريحه مش كويسه، فتقولي لها مثلا ايه؟ فتقول لك حاسه ان جوزي بيلعب بديله. فطبعا هل انت خيالك راح ان فعلا جوزها ده لا، ده تعبير. بيلعب بديله؟ لا، ولا ده اكسبريشن انت فاهماه expression. ان هو بيخونها؟ ازاي بقى تتقال؟ صح؟ لا، ازاي بقى ايوه، ما تتقال انا هقول عشان لحضرتك كل واحده تقولها لجوزها بالانجلش؟ هو كله بيخون في مصر؟ لا مش كلهم. لا ده بالعكس ما شاء الله، ده الرجاله ده احنا لا، وضعنا جدا. انا وضعنا مفيش حد، مفيش راجل خاين. مثلا فانت تقول لها حرام عليكي تعرفي ان تقول لك انا فأساه. طب كده كده صاحبتك بتفقس وجوزها بيلعب بديل وكده احنا قاعدين في جنينه الحيوانات. فيعني كده مش منطقي صح؟ الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. ناخد الجمله دي نترجمها لواحد اجنبي نقول له الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، ولا نقول له kill your darling. kill your darling. طب نترجم kill your darling على جوجل ترانسليشن هيقول لك اقتل حبيبك. kill يعني اقتل، your darling يعني حبيبك. فما اقول لك دكتور شنان kill your darling، يعني انا بقول لك ابعدي عن الشارع وغني له، الباب اللي يجي لك منه الريح سديه واستريحي. بيقولوها باللغه العربيه اعتزل ما يؤذيك. فكل ده معناه kill your darling. فمثلا بقول لك I'm on cloud 9 اللي احنا قلناها في الاول، يعني انا مبسوط جدا. احنا بقى هنا في مصر بقى I'm happy. طب هي I'm happy غلط؟ لا مش غلط، بس كده كأنك بتقول انا سعيد. هو حضرتك بتقولي في العاده انا سعيده؟ لا، مبسوطه مثلا. مبسوطه قوي، ده انا مش مصدقه نفسي، ده انا طايره من الفرحه. الحاجات دي بقى ببقى نفسي ان انا اتعلمها بالانجلش. فهل بقى منطقي ان انا اقعد اقول بالانجلش بقى عشان انا مبسوط قوي 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 قوي؟ انا اقول I am very 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 ده مش معقول. happy؟ ده مش معقول صح؟ فهم عندهم حاجات بديله للكلام ده. الحاجات دي بقى حضرتك بقى بتشرحها في ريلز معينه مثلا؟ بنشرحها في ريلز وبنشرحها في بوستس وبنشرحها في فيديوز واهم من كل ده انها فور فري. خش يعني دي حاجه تعتبر مجانا؟ مش تعتبر، هي مجانا وهتظل مجانا. في اماكن كتير بتعمل الموضوع ده از بروباجندا في الاول، وبعد كده اول ما يلاقي الفولورز جم والدنيا جت يقوم عامل الحاجات دي ان شاء الله مجانا ما حيت. يعني طول ما الواحد فيه نفس الريلز والفيديوز واي حاجه على الانترنت هتبقى مجاني. انا عايزه اقول لك ان وقت حلقتنا خلاص خلص بجد. يعني خلاص. وانا احنا عايزين تقريبا 10 حلقات نتكلم فيها. الانجليزي ده اساسا عايز سلسله حلقات يعني. انا انبسطت جدا جدا معاك، وان شاء الله بقى في سلسله حلقات بقى. انا انبسطت والله جدا مع حضرتك، وانبسطت مع جمهورك، وانبسطت مع جمهور القناه، وان شاء الله كله يتابعنا على الصفحه عندي. هتجد ما يسرك، هتلاقي حاجات تعليك، هتلاقي حاجات تزودك، هتلاقي حاجات تخليك افضل، تقدر تواكب، تقدر تسافر، تقدر تشتغل شغل افضل في بلدك وفي بره بلدك، تقدر تتكلم انجلش كويس بدون خوف بدون تردد بدون تلعثم. خش واسالني اسئله هجاوبك برضو فور فري عشان احنا اخوات. ما تتعاملش معايا ان انا محاضر وان انت واحد ما تعرفنيش، اعتبرني اخوك. وان شاء الله حلقه قريبه جدا مع دكتور شريهان، اشوف وشكم بخير. انتظروني في حكايه جديده من حكايات شريهان.